كيف للإمارات الغنية والسعيدة أن تطمع في اليمن الفقير وغير السعيد؟ هكذا يقولون. لكن مهلا، لعل اليمن غير سعيد بالفعل بفضل أطراف من بينها الإمارات التي تحاول بناء سعادتها على شقاء وأشلاء أبناء اليمن. ومن قال إن اليمن فقير؟ بالأرقام ووفق خبراء اقتصاديين فإن اليمن الفقير في حقيقته سيكون من أقوى اقتصاديات العالم. ثروات هائلة في جوفه وعلى سطحه جعلت منه أكبر خزان للنفط في جزيرة العرب، وموقع جغرافي استراتيجي يربط أهم شرايين الحياة البحرية إقليميا ودوليا. ميناء عدن عصب التجارة العالمية وأهم ميناء استراتيجي في العالم. ميناء الحديدة ثاني أهم ميناء في بحر العرب، وامتداد ساحلي يجعل من هذه الموانئ إن طورت أكبر محطات ترانزيت عالمية تنافس دول شرق آسيا وشبه القارة الهندية. أضف إلى كل هذا مضيق باب المندب وما يمثله من إمكانية جني مئات المليارات من الدولارات. مياه تزخر بأنواع لا حصر لها من الأسماك والأحياء البحرية تحد الإمارات من إبحار قوارب الصيادين اليمنيين فيها، بل وتكاد تمنعها متذرعة بأسباب أمنية، غير أنها أتاحتها لسفن صيد كبرى تنقل ثروات اليمن السمكية إلى الإمارات. ومن يجرؤ على الاعتراض هجر أو اعتقل وعذب. فماذا تريد الإمارات من اليمن وأهله؟ وأين موقف الحكومة اليمنية الشرعية مما يجري لمواطنيها؟ ولماذا تغض السعودية الطرف عن التحركات الإماراتية التي تخصم جيوسياسيا من رصيد السعودية؟